الطب القائم على الدليل، أو الطب القائم على الأدلة، أو الطب المبني على الدليل، أو الطب المبني على البراهين، أو الطب المستند على الأدلة، أو الطب الدليلي، أو الطب المسند. يعني ده مصطلح طبي طرح رسميا سنة 1990، بيعني إن الدكتور لا يعتمد على خبرته أو إحساسه وهو بيعالج المريض، لكن كمان بياخد باله من أحدث وأدق الدراسات العلمية اللي اتعملت على حالات شبه حالة المريض، وياخد قرار العلاج على أساس أدلة قوية وأبحاث موثوقة تناسب قيم المريض وبعد موافقته. التعريف بتاعنا بيقول: الاستخدام الواعي والصريح والحكيم لدمج أفضل الأدلة البحثية العلمية الطبية المتاحة مع دمج الخبرة السريرية الفردية للطبيب مع دمج تفضيلات المريض. طبعا المريض له حق في الاختيار، وذلك لتوجيه عملية اتخاذ القرارات المتعلقة برعاية المرضى الأفراد من تشخيص وتحاليل وعلاج، لتكون أكثر تنظيما وموضوعية في الوصول إلى أفضل قرار طبي يناسب المريض. طبعا الدكتور مش بياخد القرار لوحده، احنا قلنا في 3 عناصر لأي قرار. احنا قلنا في دليل علمي، نمرة 1، 2 في خبرة الطبيب، 3 في رغبة المريض وقيمه وظروفه. هنتكلم عن كل واحدة بالتفصيل. طبعا أفضل أدلة علمية موجودة، يعني آخر الأبحاث اللي اتعملت وتراجعت كويس من علماء كتير. طبعا في مستويات في الأدلة الطبية levels of evidence بما يسمى هرم الأدلة. مستويات جودة الأدلة الطبية بيقسموها ل ABCD، تستخدم لتقييم قوة الدليل العلمي في الأبحاث الطبية. A تشير إلى أدلة عالية الجودة، B متوسطة الجودة، C ضعيفة الجودة، و D تشير إلى أدلة ضعيفة جدا أو غير كافية لتحديد مدى تأثير العلاج أو التدخل. هنرتب مستويات الأدلة من الأقوى إلى الأضعف. أول حاجة، ودي أقوى حاجة، بنسميها مراجعات منهجية، يعني Systematic Meta-Analysis Review. دي بنعمل تحليل شامل لكل الأبحاث الكويسة اللي اتعملت، يعني بيجمع بحث معمول في أمريكا على بحث موجود في إنجلترا على بحث موجود في مصر على بحث موجود في الصين في نفس الموضوع وفي نفس التوجيهات بتاعته. بنجمع ده كله، فطبعا بيبقى النتيجة كبيرة، يعني زي بنجمع 10 تجارب عشوائية عن فعالية الاسبرين في تقليل تسمم الحمل، وده أقوى حاجة من الأدلة. تاني حاجة، التجارب العشوائية المحكمة Randomized Controlled Trials RCT، يعني بيقسموا المرضى لمجموعتين بالقرعة، مجموعة بتاخد العلاج ومجموعة تانية بتاخد علاج مختلف أو ما بتاخدش علاج وبنسميه علاج كاذب بلاسيبو. بيقارنوا دي بدي، ودي تعتبر ذهب البحث الطبي بس لو اتعملت صح وعلى عدد كبير. طبعا دي المستوى التاني، دي بتبقى دراسة واحدة بس، لكن احنا لما نجمع الدراسات دي كلها في كذا دراسة كتير بنسميه اللي هو اللي فوق المستوى الأول اللي هي مراجعات منهجية. تالت حاجة، المستوى التالت اللي هو الدراسات الملاحظة Observational Studies، دي بنسميها بتتقسم دراستين: دراسة مستقبلية بيعملوها وبعدين يشوفوا نتائجها Cohort Studies، أو دراسات استرجاعية Case Control Studies حصلت وبنجمعها بعد كده. دي بتبقى أضعف شوية لأن ما فيهاش توزيع عشوائي وممكن تدخل فيها عوامل تانية تؤثر على النتيجة. المستوى الرابع عندنا تقارير الحالات الفردية اللي هي كيس ريبورتس أو سلسلة حالات كيس سيريز. دي لما الدكتور بيوصف حالة نادرة أو ملحوظة ويفكر فيها بطريقة علمية مفيدة، بس مش كفاية لوحدها علشان نغير علاج أو بروتوكول. المستوى الخامس ده الأضعف، بيبقى رأي الخبراء expert opinion، ده الدكتور بيقول رأيه بناء على خبرته من غير دليل علمي قوي ورا كلامه. ساعات الرأي ده مفيد خصوصا لو مفيش أبحاث كافية، كمان لو في دليل أقوى منه يبقى رأيه ما يبقاش كافي لوحده.
طبعا ملحوظة بنتكلم ان الجودة مش بس في نوع الدراسة، لا ده كمان في التصميم بتاعها والتنفيذ. يعني ممكن يكون randomized control studies اللي قلنا عليها، اللي بنتكلم عليها اللي هي التجارب العشوائية المحكمة، معمولة وحش وتكون أضعف مع دراسة ملاحظة معمولة صح. تاني حاجة في عندنا في هذا الموضوع اللي هي خبرة الدكتور أو الطبيب، لأن مش كل حاجة مكتوبة تنفع تتطبق زي ما هي، فخبرته بتفرق. يعني ايه خبرة الطبيب في الطب قائم على الأدلة؟ ان الخبرة هنا مش معناها بس عدد السنين اللي الدكتور اشتغل فيها، لكن معناها ازاي الدكتور بيستخدم معرفته العملية والتجارب اللي شافها عشان يطبق الدليل العلمي بشكل مناسب لكل مريض. فاحنا هنقول دور خبرة الطبيب. أول حاجة بيختار الدليل المناسب لكل حالة، ان في احيان كتير بيكون في كذا دليل علمي بس ما ينفعش لكل مريض، فهو ساعتها الدكتور بخبرته بيقول انا شفت حالات تشبه زي دي والخيار الفلاني كان انسب ليهم. تاني حاجة في خبرة الطبيب التعامل مع الحالات المعقدة. مش كل الحالات ماشية زي الكتب، في مريض عنده 3 أمراض مزمنة أو حصلت له مضاعفات نادرة أو العلاج مش متوفر أو الأجهزة مش متوفرة. دي بيعتمد على خبرة الدكتور اللي بتساعده يتصرف بحكمة ويوازن الأمور. تالت حاجة تقدير المخاطر على أرض الواقع. مش كل الدراسات بتوضح التفاصيل اللي بتحصل في العيادة أو العمليات. الدكتور ولا بيقدر يقول أنا عارف إن في النظرية النسبية دي قليلة بس أنا شفتها بتحصل أكتر من في المرضى اللي عندهم كذا. رابع حاجة في خبرة الطبيب الدكتور بخبرته اللي هو تفسير الأدلة للمرضى. فالدكتور بخبرته بيقدر يشرح للمريض الدليل بلغة بسيطة ويوصل له الفكرة من غير تعقيد ويساعده بأخذ قرار وهو مطمئن. خلاصة إن خبرة الطبيب تساوي الترجمة العملية للأدلة زائد التعامل الإنساني زائد التصرف الحكيم. مش شرط تكون حافظ كل حاجة، لكن المهم تكون عارف امتى تستخدمها والمين وازاي، وده اللي بيفرق بين طبيب شاطر وطبيب ممتاز. تالت حاجة عندنا اللي هي رغبة المريض وحالته. يعني رأي المريض وظروفه مهمة في اتخاذ القرار، وده بيدخلنا في قلب الطب الإنساني الحقيقي مش بس الطب القائم على الأدلة. هنشرحها ببساطة انك انت بتهتم تفهم المريض مش بس من الناحية الطبية، لكن كإنسان له أولوياته وحياة وظروف. فيعني ايه قيم المريض اللي هي البيشنت فاليوز؟ قيم المريض معناها الحاجات اللي المريض بيعتبرها مهمة جدا في حياته وبتأثر على قراراته الصحية. مش شرط تكون طبية لكنها بتأثر على اختياراته في العلاج. القيم دي ممكن تبقى حاجات زي الدين والمعتقدات، في مرضى مثلا بيرفضوا نقل الدم أو بعض الأدوية لأسباب دينية. 2 الخوف من الألم أو الآثار الجانبية، ممكن مريض يرفض علاج قوي زي الكيماوي لأنه مش عايز يعيش تعبان حتى لو هيفرق في عمره. 3 الجودة بنقارنها بالكمية، في ناس تفضل تعيش وقت أقل لكن بجودة حياة كويسة، وناس ثانية تقبل إنها أي حاجة عشان تعيش أطول وقت ممكن. رابع حاجة القدرة على العمل أو الاعتناء بأولادها، في ست حامل مثلا بترفض الراحة التامة لأنها محتاجة ترعى أطفالها حتى لو الراحة مهمة طبيا. خامس حاجة الخصوصية والاستقلال، في مريض بيرفض إقامته الطويلة في المستشفى عشان يحافظ على كرامته أو خصوصيته. سادس حاجة القدرة المادية، ممكن بيرفض علاج فعال لأنه غالي ومش هيقدر يكمل عليه. طبعا الهدف من فهم القيم دي عشان الدكتور ما يكونش بياخد قرار ينفع من الناحية الطبية بس، لازم يكون يناسب المريض في ظروفه ونفسيته ومبادئه. هتعرفها ازاي تعرفها؟ اول حاجة ان احنا بنطبق ده عمليا، ان بسأل المريض او المريضة ايه اهم حاجة ليك في العلاج، ايه اكبر حاجة قلقاك، هل في حاجة مش ممكن توافق عليها مهما حصل. ده اول حاجة سؤال. 2 لازم اشرح له بلغة بسيطة العلاج ده بيعمل كذا وكذا، في نسبة كذا من التحسن، في مضاعفات محتملة كذا، البديل التاني هو كذا لكن نتيجته مختلفة. تالت حاجة بشاركه القرار، مش لازم يختار لوحده لكن يحس ان له صوت وان رأيه له
قيمة. يبقى مهم جدا موافقة المريض لازم تكون عن وعي كامل، informed consent، يعني يكون فاهم هو بياخد ايه وليه وايه البدائل وايه المخاطر، ولو رفض علاج حتى لو انت شايفه الافضل طالما هو فاهم وواعي لازم تحترم قراره. هنلخص الخمس دلوقتي 5 خطوات اساسية عشان اطبق الطب القائم على الدليل، هو الايفيدنس بيزد براكتس بشكل عملي وسهل. اول حاجه ان انا بحدد السؤال الكلينيكي، كلينيكال كويشن، يعني بتسال انا محتاج اعرف ايه بالضبط عشان اقرر للمريض. طبعا بستخدم طريقه اسمها بيكو عشان تركب السؤال صح. بي كابيتال اللي هي بي فور بن، المريض او المشكله مثلا ست حامل عندها ضغط عالي. الاي التدخل اللي بتفكر فيه مثلا اسبرين. قلنا بيكو. سي مقارنة مثلا من غير اسبرين. الاو النتيجة التي يهمك توصل لها مثلا تقليل خطر تسمم الحمل. ده كله عشان نسأل حدد السؤال الكلينيكي. 2 بدور على الأدلة search for evidence. بستخدم مواقع محترمة زي الباب ميد والكوكرين لايبراري والنايس جايد لاين والاب تو ديت والار سي او جي جايد لاين. بختار الدراسات اللي ليها اعلى جودة اللي هي راندومايز كنترول ستادز او مراجعات منهجية ميتا اناليسيز. تالت خطوة بقيم جودة الدليل، يعني احنا قلنا ما تاخدش الكلام وخلاص، لازم تسأل الدراسة دي معمولة كويس، حجم العينة اللي فيها، النتائج الإحصائية كويسة، هل فيها تحيز أو ما فيهاش، تنفع تطبق على المريض بتاعي، دي محتاج شوية خبرة ومعرفة بأساسيات البحث. رابع حاجة عندنا أطبق الدليل على المريض بتاعك، يعني أنا هنا بيجي بقى شغلك خبير، هل الدليل مناسب لحالة المريض؟ هل المريض يقدر يلتزم بالعلاج ده؟ هل عنده أمراض تانية أو ظروف تمنع التطبيق؟ فبوازن بين الدليل والمريض والخبرة. خامس حاجة بشارك المريض في القرار، shared decision making، بشرح للمريض احنا ليه بنفكر في العلاج ده، ايه البدائل، ايه الفوائد والمخاطر، انت رأيك يهمني وهنختار سوا. الموافقة لازم تكون مبنية على فهم حقيقي مش مجرد توقيع. فايدة بقى نقطة هنتكلم عليها، فايدة الطب المبني على الأدلة أو القائم على الأدلة. المميزات بتاعته بشكل مبسط، مميزات الطب القائم على الدليل: 1 بيعتمد على العلم مش العشوائي، يعني القرار مش مبني على أنا دايما بكتب كده، لا، مبني على أبحاث وتجارب معمولة على آلاف المرضى. 2 بيحسن النتائج الصحية، لما العلاج بيكون مبني على أقوى الأدلة المضاعفات بتقل والاستجابة بتزيد والوفيات بتقل في حاجات كتير. 3 حاجة بيقلل الغلط والتجارب العشوائية، بدل ما تجرب على المريض دواء يمكن يشتغل ويمكن لا، انت بتبدأ بحل غالبا ثبت علميا انه فعال. 4 بيخلي الدكتور محدث دايما، يعني بيحدث نفسه. الدكتور اللي بيشتغل بالطب القائم على الأدلة بيبقى دايما بيقرأ الجديد وبيتابع الأبحاث والتوصيات، وده بيرفع كفاءته جدا. 5 حاجة بيخلي المريض شريك في القرار، مش دكتور بس يقول هنعمل كذا وخلاص، لكن أنا عندي كذا اختيار وكل واحد له مميزاته وعيوبه، نشوف إيه اللي يناسبك. 6 بيوازن بين العلم والواقع، يعني بياخد في اعتباره العلم اللي هو الدليل، والمريض قيمه وموافقته، والدكتور خبرته وتقديره العملي، وبيخلي القرار واقعي مش نظري. 7 حاجة بيقلل الهدر الطبي، زي مواصل أدوية ملهاش، بتوصف أدوية ملهاش لازمة أو تحاليل مش مطلوبة، وده بيوفر على المريض وعلى النظام الصحي، كمان بيقلل النفقات. كمان بينفع في التدريس والتدريب، لما تدرس لطلبة أو تدرب نواب، بدل ما تقول لهم اعمل كده علشان أنا قلت، تقول لهم اعمل كده عشان الدليل بيقول والنتائج أثبتت. طبعا كمان بيوفر وقت ومجهود ويوفر فلوس. الطب القائم على دليل رغم مميزاته الكتير لكن له شوية عيوب أو تحديات لازم نكون واخدين بالنا منها، خاصة في التطبيق العملي.
أول حاجة، مش كل حالة تنفع تتقاس على الأبحاث. يعني مش كل مريض بينطبق عليه نفس ظروف المرضى اللي اتعملت عليهم الدراسات. يعني ساعات المريض بيكون عنده أمراض تانية أو ظروف خاصة مش موجودة في البحث، فالدليل العلمي مش دايما يقدر يغطي كل حاجة. اتنين، مش دايما في دليل واضح في أمراض أو حالات طبية لسه ما فيهاش أبحاث كافية، أو الأبحاث اللي موجودة ضعيفة أو متضاربة. ساعتها الدكتور بيتلخبط يختار إيه ويمشي ورا مين. تالت حاجة، بياخد وقت ومجهود. يعني الدكتور محتاج يدور ويقرأ دراسات حديثة ويفهمها ويقيم جودتها، والكلام ده بياخد وقت، خاصة لو هو شغال في مكان ضغطه عالي أو ما عندوش وسيلة بحث كويسة. رابع حاجة، ممكن ما يتوفرش العلاج والإمكانيات. يعني ممكن البحث يقول إن أفضل علاج لمرضى معين هو دواء إكس، بس الدواء ده مش موجود في البلد، أو غالي جدا، أو المستشفى مش مجهزة بيه. ساعتها حتى لو عارف الدليل مش هتقدر تطبقه. خامس حاجة، بعض الأطباء بيتعاملوا معاه إنه حاجة نظرية أكتر من كونه عملي. يعني في دكاترة بتشوفه نظري أو كلام كتب، ويفضلوا يعتمدوا على خبرتهم أو اللي اتعودوا عليه، خاصة لو كانوا بيجيبوا نتائج كويسة بالطريقة دي. ثالث حاجة، الدراسات نفسها ساعات بتكون منحازة. مش كل بحث نقدر نثق فيه بنسبة 100%. في أبحاث بتمولها شركات أدوية، أو بتتعامل على عينات صغيرة، أو فيها تحيز في النشر. الخلاصة بتاعتنا من كل الكلام اللي قلناه إن الطب القائم على الأدلة هو نهج قيم لتحسين الرعاية الصحية، لكن ليس بدون تحديات. فيجب أن يكون الأطباء قادرين على الموازنة بين الأدلة المتاحة وخبراتهم السريرية وخصائص المريض الفردية لتقديم رعاية صحية مخصصة وفعالة. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.